بدري قوي. النهارده بقى هيقول لك ايه؟ امام جاب هاتريك وبيحتفل الاحتفاله دي احتفال الطرزان. يا عم وانت جبت هاتريك في مين؟ يطلع يتقالوا افكرك واحده واحده. الاهلي يستعيد الفوز في الشوط الثاني ويستعيد رونقه في الشوط الثاني. ما اعرفش احنا بنلعب شوط واحد ليه يا جماعه؟ يعني بعيدا بقى عن الفوز وبعيدا عن النتيجه الكبيره اللي احنا كسبناها في الشوط الثاني، بس انا مش عارف ليه الاهلي بيلعب الشوط الثاني بس. ليه الاهلي لما بيجي يتالق بيتالق الشوط الثاني بس؟ برضه قدام شباب بلوزداد احنا الشوط الاول طالعين شكلنا وحش، شكلنا يقرف، وجينا الشوط الثاني كسب وتعادلنا الشوط الاول وطلعنا بتعادل 1-1 بعد الهدف اللي جابه اسامه ابو علي. وجينا الشوط الثاني استعاد الاهلي رونقه وفضل يسول ويجول في الملعب وقدر يسجل 5 اهداف في الشوط الثاني. بيعملها مع استاد ابيجان. الشوط الاول بيطلع الاهلي استاد ابيجان متفوق عليه بنتيجه 1-0 بشوط اول ما لعبتش فيه تقريبا غير 10 دقايق ولا 5 دقايق ولا 7 دقايق، وما شفتش تاني المباراه. وكنت بتعمل هجمات على استحياء قدام استاد ابيجان. انت متخيل انت بتلعب مع مين؟ وتنزل الشوط الثاني يستعيد الاهلي رونقه ويستعيد الاهلي بالونته الكبيره. امام عاشور بهاتريك عالمي، بهاتريك برأسيتين وهدف ثالث عالمي في البلاس 90. الاهلي بيستعيد فوز البلاس 90 ويستعيد قتل المباراه في البلاس 90. الاهلي بيجيب الهدف والحكم بينهي المباراة ويقضي على أمال استاد أبيجان. استاد أبيجان خارج المنافسة تماما. تبقى المنافسة للأهلي وشباب بلوزداد ورونالدو بايرتس. بكرة يمكن تتحدد مين اللي هيصعد، ويمكن تنتظر لنهاية الجولة، نهاية الجولة الأخيرة. يعني لسه ممكن نشوف في الجولة الخامسة الأهلي حتى الآن متفوق. يا مسهل، ربنا يستر، ربنا يستر من اللي جاي. هي مباراة وحيدة في الست جولات، آخر جولة الجولة الأخيرة أمام رونالدو بايرتس. لكن ننتظر بكرة مباراة شباب بلوزداد ورونالدو بايرتس عشان نقدر نحدد الصعود، لأن احنا برضو حطينا نفسنا في حسبة غريبة شوية. لكن الحمد لله على فوز النهارده. بهني الاهلي وجمهوره على الفوز الكبير النهارده بعد شوط اول كان مخزي تماما وكان ممل. الشوط الاول احنا بنطلعه عايز تمسك عندك جزه كده، عندك جزه كده. ايه يا جدعان ما تلعبوا؟ يا جدعان في ايه؟ ما تلعبوا. رحت بهجمه والثانيه والثالثه لكن ما فيش. هجمه والثانيه والثالثه لكن ما حصلش. هجمه والثانيه والثالثه لكن ما قدرتش. لكن بياخدها خالد عبد الفتاح اللي الشارع المفتوح باسمه، اللي عمل اسيست الهدف الثاني لامام عاشور. دوا دي الحسنه الوحيده اللي عملها في ال 90 دقيقه. في ال 90 دقيقه الحسنه الوحيده اللي عملها